السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. طلاب الصف الخامس الابتدائي اهلا وسهلا بكم. النهارده ان شاء الله هناخد يونت 3 من منهجنا كونكت بلس. اليونت بعنوان How we use our world. ازاي بنستخدم العالم بتاعنا. طبعا معناه مش معناه نستخدم العالم نفسه، ولكن ازاي بنستخدم الموارد اللي في العالم. بس الاول احنا عاوزين نبص على الصوره دي. احنا قلنا ده يونت 3 How we use our world. كيف نستخدم الموارد اللي موجوده ربنا اداها لنا في العالم بتاعنا. يلا يا شباب، ادي الصوره اللي قدامنا مكتوب states of matter، حالات الماده. الماتيريال اللي عندنا في الدنيا كلها ليها 3 حالات: solid صلبه، liquid سائله، جاز يعني غاز. اوكي كده؟ يبقى انا عندي 3 حالات للماتر: سوليد وليكويد وجاز. ده كده اول حاجه بالنسبه لنا. بارت 1 زي ما اتفقنا هناخد الفوكاب، بس انا حابب افكركم بحاجه. لما نتكلم على الفوكاب انا مش بتكلم على ترجمه حرفيا، لا، حضرتك مطالب تعرف واحد ايه هو البارت اوف سبيتش. الكلمه اللي قدامك دي نوعها ايه؟ بارت اوف سبيتش. يعني ايه بارت اوف سبيتش؟ يعني الكلمه اللي هكتبها لك، مثلا كتبت لك كلمه بوي مثلا، عاوز اعرف ايه هي بوي دي، ناون ولا فيرب ولا ادجكتيف ولا ادفيرب. فانا مطالب اعرف هل دي ناون ولا فيرب اللي هو حرف الفي، ولا ادجكتيف ولا ادفيرب اللي هو الحال. يبقى اول حاجه لازم اعرف لما اجي اترجم كلمه، غير اللي انا اعرف معناها بالعربي، لازم اعرف معناها في الجمله او موقعها الاعرابي ايه. تاني حاجه لازم اعرف حاجه اسمها سينونيم، ذا سيم مينينج. يعني هل الكلمه دي ليها معنى بديل ولا لا؟ سيم مينينج. زي كلمه مثلا هابي مبسوط بيساويها كلمه خدناها قبل كده، سامع حد بيقول جلاد، او كلمه بليزد. يبقى انا كده بجيب حاجه اسمها السينونيم المرادف. الحاجه الثالثه لو الكلمه يقدر اجيب لها الاوبوزيت العكس بتاعها، يبقى انا كده زودت حصيله الكلمات. طب ما عكس كلمه هابي كلمه ساد. طيب رابع حاجه لازم ابقى عارف هل الكلمه ممكن احط لها بريفكس بادئه، زي كلمه هابي برضو ممكن اقول unhappy وانا زودت حرف اليو ان اللي هي عدم او غير سعيد. طب هل الكلمه ينفع احط لها suffix؟ والsuffix يعني نهايه يا شباب. زي ايه يا مستر؟ زي كلمه هابي لو زودت لها نهايه happiness. يبقى شفتوا يا اولاد الكلمه الواحده انا جبت منها 5 حاجات. كلمه هابي عرفنا اللي هي عرفنا اللي هي adjective اللي بيساويها glad، عكسها sad. البريفكس unhappy، السفكس happiness. نبدا. كلمه كول يعني فحم، وكلمه دي ناون. كول يعني فحم، وكلمه دي ناون. ايكونومي الاقتصاد، برضو دي ناون. ايكونومي اقتصاد. فلاكس، معلش الحرف ده زياده. فلاكس اللي هو نبات، فلاكس اللي هو نبات الكتان. مض يعني طين، ماين يعني منجم، ليكويد يعني سائل، جاز اللي هو الغاز، فريز يتجمد، فيكسد شيب يعني شكل ثابت، هارد يعني جامد او صلب. تعال نترجم تاني. كلمة فلاكس دي ناون، احنا قلنا هنشيل الحرف ده. مض يعني طين دي ناون برضو. ماين يعني منجم ناون. ليكويد ناون اسم. جاز برضو اسم. فريز يتجمد دي فيرب. فيكسد شيب هارد دي صفة adjective هارد. يبقى انا كده عرفت البارت اوف سبيتش. هقول تاني: كول، ايكونومي، فلاكس، مد، ماين، ليكويد، جاز، فريز، فيكسد شيب، هارد. بص يا شباب، زي ما اتفقنا كل مره او كل فيديو بيكون معاك الورقه والقلم بتاعتك، وتعمل بوز للفيديو عشان تقدر تقرا الكلمات تاني بعد انا ما انطقها لك، عشان تقدر تتاكد من النطق بتاعك. اودر، اودر يعني رائحه. دي برضو سوفت، سوفت يعني نسيج او طري او لين، لين او ناعم، سوفت. تكستشر، يبقى احنا كده الكلمه دي مكتوبه غلط. كلمه نسيج دي هي تكستشر، سوري يا جماعه، نسيج اللي هو التكستشر. احنا عندنا هنا في ممكن يكون في لخبطه، معلش هقول تاني. سوفت يعني ناعم، تكستشر يعني نسيج. وكلمه فلامينجو اللي هو طائر الفلامينجو، طائر الفلامينجو هنشوفه دلوقتي مع بعض. وسينك يعني يغطس او يغوص. وتانل يعني نفق. واكسبيرت يعني خبير. هقول تاني: اودر
يعني رائحة. soft لين أو طري أو ناعم. texture يعني نسيج. فلامينجو طائر الفلامينجو. sink يعني يغطس أو يغوص تحت المية. tunnel يعني نفق. expert يعني خبير. date يعني بلح أو تاريخ. date يعني بلح أو تاريخ. fertile يعني خصب. fertile land أرض خصبة. linen قماش الكتان. أما الفلاكس نبات الكتان. بيل يعني شاحب الوجه أو مصفر. رو ماتيريالز المواد الخام. solid يعني صلب. boil يعني يغلي. metal يعني يذوب. bend يعني يطوي أو يتني. mass يعني كتلة. طيب date بلح دي noun. fertile يعني خصب دي adjective صفة. linen قماش الكتان دي noun. bale دي adjective صفة. raw materials مواد خام. solid صلب دي adjective. boil يغلي دي verb. يبقى احنا كده بنترجم البارت اوف سبيتش. melt يعني يدوب دي verb برضو. bend يطوي او يتني دي verb. mass يعني كتلة دي تعتبر ايه؟ noun اسم. rough يعني خشن دي adjective صفة. rough خشن. sticky يعني لزج زي العسل كده بقول sticky. honey is sticky دي برضو adjective صفة. dig يعني يحفر دي verb. hole يعني حفرة. ها سامع حد بيقول دي noun شاطرين. shovel يعني جاروف دي noun برضو. skeleton يعني skeleton هيكل عظمي noun. dish detergent يعني منظف اطباق. dish detergent منظف اطباق. هقولهم تاني. rough sticky dig hole shovel skeleton dish detergent dish detergent اللي هو منظف اطباق. dish detergent اوكي. هنبدا ناخد تكست عشان نعمل براكتس للريدنج وفي نفس الوقت ناخد معلومات. احنا reading for fun reading for information reading for new vocab. هنا واحد بيتكلم اسمه طه. Hello my name is Mr. طه. I work at the museum. أنا شغال في المتحف. I know your classes learning about natural resources. بيقول للأولاد أنا عارف إن الفصل بيتعلم أو بيدرس عن المصادر الطبيعية. So I am here today to talk about resources in ancient Egypt. طب أنا هتكلم على المصادر الطبيعية بس في مصر القديمة. Ancient Egypt أيام الفراعنة. بيسألهم بقى مستر طه Did you know that ancient Egypt was very successful because it's a good natural resource? هل تعرف ان ancient Egypt ان مصر القديمة كان او القدماء المصريين كانوا very successful ناجحين جدا. ليه؟ very successful. Ancient Egypt was very successful because it had لانهم كانوا يمتلكوا good natural resources مصادر طبيعية جيدة. أول حاجة agriculture اللي هي الزراعة was a very important part of the economy. جزء مهم جدا من الاقتصاد المصري القديم of ancient Egypt. The Nile flooded. نهر النيل كان زمان كان بيحصل فيضان every year and made the soil fertile. والفيضان ده كان بيخلي الأرض fertile يعني ايه؟ لسه واخدين كلمة fertile يعني خصبة. Farmers grow lots of different crops. عشان كده الفلاح المصري القديم كان بيزرع محاصيل كتيرة such as cotton زي القطن and rice. دول محصولين مهمين جدا فين in ancient Egypt مصر القديمة. والصورة واضحة ايه؟ القدماء المصريين كان الاجريكالتشر الزراعة معتمدة على النايل على نهر النيل. وقلنا النايل يا جماعة كان بيحصل فلاد بيفيض ولما يحصل فيضان الأرض دي كلها بتبقى فيرتايل يعني خصبة. فيرتايل يعني ايه؟ خصبة. والمصري القديم كان بيزرع اهم نباتين اللي هو الكوتن القطن والرايس. طبعا الكوتن يا اولاد لايه؟ بيتعمل منه الملابس والنسيج تكستشر وكان الرايس للاكل. اوكي. نيجي بعد كده للحاجة الثانية عند القدماء المصريين. Do you know do any of you know what flax؟ انتوا عارفين يعني ايه فلاكس؟ احنا خدنا فلاكس من شويه اللي هو نبات الكتان. نبات الكتان ده كان بيتصنع برضو منه قماش الكتان اللي هي الملابس. This tall plant has blue flowers. النبات ده كان ليه زهرة لونها أزرق. The plant turns red yellow بتتحول الأصفر after the flowers die. Flax was important. نبات الكتان ده كان مهم جدا
in ancient Egypt people used it to make linen. linen اللي هو قماش الكتان. طبعا المصري القديم كان بيستخدم الكتان في صنع الملابس linen for clothes للملابس as well as for strong rope وكان بيعمل منه الحبال. روب يعني حبل. اوكي. ايه تاني برضو كان بيستفيد منه المصري القديم؟ salt اللي هو الملح was also very important resource يعتبر مصدر مهم in ancient Egypt and they sold الماضي من sell sold it to other countries يعني مصر قديما كانت بتبيع الملح لبلاد تانية. people use salt الناس كانت بتستخدم السولت ده او السالت تتنطق صح salt او salt to keep food fresh بيحافظوا على الطعام. it was also useful in medicine وكانوا بيستخدموا السولت في صناعة الأدوية في الميديسن and agriculture في الزراعة. some of the lakes in the Nile Delta had lots of salt في بعض من البحيرات في مصر مليئة بالملح which people could take to use or sell كانوا بيستخدموها أو بيبيعوها. اوكي واحنا اتكلمنا هنا على الفلاكس واللينن والسالت اللي هو الملح. Pictures of life in ancient Egypt often show jewelry and beautiful objects made from gold. المصري القديم برضو كان عنده ماتيريال زي الجولد الذهب اللي بيتعمل منه المجوهرات. We think that they discovered gold about المصري القديم في ancient Egypt اكتشف الذهب 5000 years ago من 5000 سنة فاتوا. At first they found it in rivers كانوا بيجدوه فين؟ في الريفرز في الانهار. then they made mines. mines يعني يا جماعه لو قلنا ماين يعني منجم في المناجم. to get more out of the ground. archaeologists علماء الاثار archaeologists have discovered some ancient gold اكتشفوا ذهب قديم جدا او مناجم ذهب gold mines in the eastern desert في الصحراء الشرقيه. كبر اللي هو الايه؟ النحاس. يبقى احنا بنتكلم على معدنين الجولد والكبر. was another very important metal ده يعتبر معدن مهم جدا عند الانشنت ايجيبت. it was easy to bend سهل تتنيه and people use it to make tools. الكبر بيتعمل منه tools ادوات cooking pots اواني للطهي knives سكاكين as well jewelry برضو مجوهرات. We can see a lot of these objects today in ancient museums والحاجات دي ممكن تشوفها في المتاحف المصرية القديمة. لو رحت المتحف المصري ممكن تلاقي آثار زي كده للمصريين. آخر حاجة من الناتشرال ريسورسز المصادر الطبيعية اللي كان بيستخدمها المصري القديم قال لك ستونز اللي هو الايه؟ الحجر أو الصخر. stones and rocks were a useful natural resource يعتبر مصدر طبيعي كان بيستفيد منه الانشنت ايجيبشنز القدماء المصريين in the ancient Egypt because there were lots of rocks such as limestone. ايه اللايمستون ده يا شباب؟ اللي هو الحجر الجيري اللي كان بيتبني منه الاهرامات. the ancient Egyptians could build the pyramids بيبنوا الاهرامات. طبعا انتوا عارفين الاهرامات يا اولاد مبنيه من اللي هو الحجر الجيري اللي بنسميه لايمستون اللي هو الحجر الجيري. and many other big important building في مباني كتيرة جدا كانت بتستخدم اللايمستون. and temples يعني المعابد زي مثلا الأقصر تمبل كارناك تمبل وهكذا. boats on the Nile transported some of the stones across Egypt to the important cities وكان بيتم نقل اللايمستون ده عن طريق المراكب. اوكي في شوية معلومات جمال جدا ولكن برضه هندخل على حاجة تانية. وادي الريان ووتر فولز. احنا خدنا ووتر فول قبل كده اللي هو الشلال. تعال نشوف شلالات وادي الريان. تمام؟ ادي شلالات وادي الريان. هنتكلم على ان الفصل راح رحلة لوادي الريان. Last week our class went on a trip to waterfalls. الاسبوع اللي فات المدرسة او الطلبة راحوا رحلة للووتر فولز الشلالات بتاعت وادي الريان. At وادي الريان it was beautiful. There are two lakes. كان في بحيرتين. One at the top دي البحيرة اللي هي في القمة at the top. المية بتاعتها بتنزل على البحيرة اللي فين؟ at the bottom في القاع. اوكي؟ في هنا فرق ما بين المستويين اهو.
طيب there are two lakes, one at the top of the waterfalls and one at the bottom. The waterfalls are 67 meters high. ارتفاعها 67 meters high. ده الwaterfall. So the sound of the water falling is very loud. سقوط المية دي بيعمل دوشة أو صوت جامد قوي. Very loud. We couldn't hear our teacher talking very well. والمدرس بيشرح لنا عن الووترفول مش سامعينه كويس من the sound of water. We learned تعلمنا دي في الباست that the water comes from oasis. المية دي جاية من واحة. oasis يعني واحة in the desert. An oasis is a place in the desert with water. The water travels 8 kilometers from the oasis to the lake through a tunnel. المية بتيجي من الواحة دي لحد ما توصل للووترفول والووترفول تسقط على البحيرة التانية. Our teacher also told us that قال لنا برضو المدرس بتاعنا there are a lot of different birds. في طيور كتيرة جدا بتعيش في وادي الريان. Living there. We saw some of the birds and my favorite was the flamingo. flamingo ده طائر الفلامينجو اللي انتم شايفينه اهو. رجليه طويلة كده اهو وبيتغذى على الأسماك اللي في البحيرة. Then it was time to have some fun. We jumped into the bottom lake. نزلنا في البحيرة اللي هي على الأرض. And went swimming. It's safe. يعني safe يا شباب؟ آمنة مفيش خطورة. To swim there and it helped us cool down after long day. وساعدتنا ان احنا نستريح بعد يوم طويل. كده احنا اخدنا الريدنج سواء عن الانشنت ايجيبشنز او وادي الريان. هنعمل دلوقتي براكتس على الفوكاب. نمبر 1 ركز معايا يا شباب بقى انت اهو. حكينا كتير، فهمنا، عرفنا معلومات، نبدا نعمل براكتس. واحنا مبدأنا براكتس ميكس بيرفكت. يعني التدريب والممارسه يؤدي للاتقان. when you boil، حد يقول لي يعني ايه بويل يا شباب؟ يغلي. لما بنغلي الميه it turns into، بتحول لايه يا اولاد؟ جاز ولا سوليد ولا ليكويد ولا هيت؟ طبعا الميه لما بتتغلي تحول لبخار ميه، يعني غاز، جاز. يبقى دي نمبر 1. نمبر 2 a space flows. ايه اللي بيتدفق؟ يعني بيبقى سهل كده انسيابي. هل الجاز ولا السوليد ولا الليكويد ولا الايس؟ طبعا هو الليكويد السائل. كول اند جاز. كول اللي هو الفحم والغاز اللي هو الغاز. ار سبيس يعتبروا ايه؟ فوسيل فيولز، وقود حفري يعني بيطلع من باطن الارض، ولا رينيوبل ولا وقود متجدد، ولا كوينز عملات، ولا ميتالز معادن. هو الكول والجاز يعتبروا فوسيل فيولز يعني وقود حفري. يعني وقود حفري بيطلع من باطن الارض، وقود حفري. طب هل هو متجدد رينيوبل؟ طبعا غلط، لان الكول والجاز هيجي له يوم وينتهي. سولار انرجي از الطاقه الشمسيه از ستيم تعتبر بخار، ولا رينيوبل متجدده، ولا فوسيل فيولز، ولا نون رينيوبل؟ طبعا طاقه الشمس رينيوبل يعني متجدده، وكلمه نون غير متجدده. ركزوا معايا يا شباب. You can pick up a space. ايه الحاجه اللي انت ممكن تمسكها؟ pick up solid ولا liquid ولا جاز ولا ستيم؟ طبعا احنا عندنا 3 اشكال للماتر، للحاله، للماده. ايه الحاجه اللي انا ممكن امسكها كويس؟ هي السوليد، الحاجه الصلبه. نمبر 6 you can't usually see. طب الحاجه اللي انا ما اشوفهاش هل هي السوليد ولا الليكويد ولا الجاز ولا الووتر؟ طبعا الحاجه اللي ما تتشافش خالص هي الغاز. اوكي. نمبر 7 he is space. هو كذا. he can't see. طبعا انا يا اولاد بقول بسرعه الاجابه، لكن حضرتك لما تيجي تجاوب في الامتحان لازم تعرف ال4 كلمات. انا بقول هو ديب ولا بلايند ولا ليزي ولا اكتف. هي كانت سي ما بيشوفش. طب اللي ما بيشوفش بسميه يا اولاد ديب يعني عميق، ليزي كسول او كسلان، واكتف يعني نشيط. طبعا ما ينفعش ولا دي ولا دي. امال ينفع يبقى ايه؟ بلايند اعمى او كفيف. نمبر 8 the bag is الشنطه مالها؟ I can carry it easily اشيلها بسهوله. يبقى الشنطه هتبقى ايه يا شباب؟ لايت خفيف ولا هيفي ثقيل ولا سوليد ولا ليكويد؟ طبعا هي هتبقى لايت. لايت يعني خفيفه. نمبر 9 روك ستونز يعني الحجور ولا الصخور ار سبيس تعتبر ايه؟ او روك اند ستونز
روك اند ستونز، الصخور والاحجار تعتبر هارد ولا لايت ولا جاز ولا ليكويد؟ طبعا هي الاجابه الصح ايه؟ برافو يا جنى، كلمه هارد. The chair is very، الكرسي is very space to sit on. It's very nice، ده جميل جدا. يبقى انا بقول صفه ايجابيه. يبقى the chair is hard صلب، بقول عليه very nice ما ينفعش. liquid الكرسي يكون سائل ما تنفعش، دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. طب comfortable مريح، والله ممكن تنفع. طب وودن خشبي، طب ما هو الكرسي خشبي ايه المشكله؟ لا ده انا بقول عليه very nice يبقى comfortable مريح. honey اللي هو العسل is always، العسل بيكون ايه؟ sticky ولا جاز ولا هارد ولا رف؟ طبعا العسل معروف اللي هو sticky لزج او لصق بيلزق كده في ايديك. نمبر 12 this t-shirt is very، التيشيرت very كذا I don't like it، يبقى انا بتكلم على حاجه سلبيه. يبقى التيشيرت ده smooth ولا رف ولا comfortable ولا وايد؟ طب عشان انا ما بحبوش يبقى رف خشن. اوكي. نمبر 13 we do science space in the science lab. بنعمل ايه في الساينس لاب في معمل العلوم؟ بنعمل ايه يا شباب؟ حد يرد عليا. بنعمل مابس ولا اكسبيرمنتس تجارب ولا بروبلمز مشاكل ولا سبجكت مواضيع؟ بنعمل طبعا ايه؟ اكسبيرمنتس تجارب. نمبر 14 if you put a stone in water، لو وضعت حجر في الميه ايه اللي هيحصل له؟ it will fly هيطير، float يطفو طبعا لا، sink يعني يغوص او يغطس، walk يعني يمشي ما تنفعش. يبقى انا لو حطيت ستون في الووتر it will sink يغوص او يغرق. نمبر 15 he uses a space to take his medicine. medicine يعني دواء، هيستخدم ايه عشان ياخد الدواء ولاد؟ كلمة بان زي الحاجة اللي بنقلي فيها زي الطاسة، جار اللي هو البطرمان، سرنج اللي هي السرنجة او الحقنة، ديش اللي هو الطبق. يبقى اكيد بيستخدم عشان ياخد الدواء سرنج اللي هي السرنجة او الحقنة، حقنة. نمبر 16 the medicine is، الدواء is a space you can drink it. طب لو الدواء بيتشرب يبقى هو ايه؟ solid صلب ولا tablets حبوب ولا فود طعام ولا سيرب شراب؟ طبعا الدواء اللي بيتشرب بنسميه سيرب، شراب، شرب يعني. نمبر 17 yellow and blue together to make green. yellow and blue دول colors، اعمل فيهم ايه عشان اجيب اللون الاخضر؟ يبقى لازم اخلطهم مع بعض. ميكس ولا ريموف ولا جيف ولا فلوت؟ طبعا ميكس يخلط، ولكن كلمة ريموف احنا قلنا اخترنا ميكس، لكن ريموف يعني يزيل او يلغي، جيف يعطي، فلوت يعني يطفو على سطح الماء. نمبر 18 we use، بنستخدم ايه؟ to wash the dishes. ايه اللي بستخدمه عشان اغسل الاطباق؟ هل الميلك ولا الاويل ولا الديش ديترجنت ولا الباتر؟ طبعا الميلك ما تنفعش، والاويل اللي هو الزيت ما تنفعش، والباتر الزبده ما تنفعش. يبقى الديش ديترجنت اللي هو منظف الاطباق. نمبر 19 we do science experiments، بنعمل التجارب العلميه in the library المكتبه، office المكتب ما ينفعش. طب بلاي جراوند الملعب برضو ما ينفعش. لابوراتوري اللي هو المعمل، واختصار كلمه لابوراتوري كلمه لاب. نمبر 20 if يعني اذا او لو، ليها جرامر هناخده النهارده. if you put a space in water it will sink، لو حطيت ايه في الميه هيطفو هيعوم. هل لو حطيت بيس اوف وود، لو انا جبت قطعه خشب هتطفو على سطح الميه؟ وارد. بينج بونج بول ولا كرة البينج بول ولا الكوين ولا البلاستيك؟ يبقى if you put a space in water it will sink. انا اسف، sink هنا تغطس او يغوص. ايه الحاجه اللي هحطها في الميه وتغطس لتحت؟ لو انا حطيت بيس اوف وود قطعه من الخشب هتعوم، يبقى دي ما تنفعش. لو حطيت كرة البينج بونج برضو مش هتغطس، هتبقى هي عايمه. الكوين العمله المعدنيه هتنزل تحت، يبقى هي دي اللي صح. والبلاستيك هيبقى يطفو يعني فلوت. هنعمل بقى براكتس تاني بس بشكل مختلف، اللي هو الاوردر او الري ارينج. الري ارينج بعمله ازاي بقى يا اولاد؟ بيجيب لي جمله متلخبطه وبيحط لي خط تحت الانيشال وورد، الكلمه اللي انا هبدا بيها. كلمه ات دي كلمه اللي انا هبدا بيها، ات دي تعتبر سبجكت فاعل. طيب يبقى انا محتاج بعدها فيرب. فين عندي كام؟ كلمه جاز يعني غاز، دي ناون.
وكلمة سيارة دي verb. difficult دي adjective معناها صعب. يبقى أنا لازم أترجم الكلمة ونوعها إيه. to ده preposition حرف جر. is the verb اللي هو verb to be. usually دي تعتبر adverb حال. وكي وورد بتدل على present simple. يبقى أنا عاوز بعد it يجي verb. طيب أنا عندي فعلين أهو see و is. ما ينفعش أقول it see لأن it هيجي بعدها الفعل أحط له اس. طب كده غلط. يبقى it is ماشي. it's ايه؟ يبقى أنا عاوز أجيب بعد it's أجيب صفة. يبقى it's أنا عندي adjective أهو. it's difficult من الصعب. it's difficult ها؟ من الصعب ايه؟ يبقى انا خدت كلمه it و is و difficult. it's difficult ايه؟ يبقى عشان اكمل من الصعب ان يبقى عاوز it's difficult to see gas. من الصعب اللي انت تشوف الغاز. طب انا في كلمه يا مستر ما استخدمتهاش خالص، كلمه usually. مكانها فين usually دي؟ اولا انا سبت usually للاخر ليه؟ usually مرتبطه بالفيرب. لو عندي فعل اساسي تبقى قبليه، ولو عندي verb to be تبقى بعديه. طب انا عندي verb to be يبقى it's usually. يبقى هنا usually تتكتب هنا اهو. it's usually difficult to see gas. من الصعب اللي انت تشوف الغاز. اوكي؟ نيجي للجمله الثانيه. هنبدا بكلمه we وwe ده السبجكت. for دي تعتبر preposition حرف جر ما بتترجمش. plants نباتات دي noun. food دي noun. وgrow دي verb. يبقى المفترض بعد ما اجيب السبجكت يا شباب اجيب الفيرب. انا عندي كام فيرب هنا؟ واحد بس. يبقى we ايه؟ grow. احنا بنزرع. حلو قوي. we grow. يبقى هيجي بعد grow المفعول. المفعول بيكون noun برضو. طب انا عندي كلمة plants وfood. يبقى انا هقول بزرع ايه؟ هقول we grow plants. بنزرع النباتات. ينفع اقول we grow plants food ولا for food؟ بنزرع النباتات للاكل for food. يبقى انا دلوقتي يا شباب لما باجي اعمل rearrange او order بترجم الكلمه واعرف البارت اوف سبيتش. هنجرب تاني. اول كلمه when. طبعا مش لازم تبقى when سؤال دايما يا اولاد. when هنا بستخدمها في حاجه اسمها conditional sentence جمله شرطيه. هناخدها في الجرامر في الجزء الثاني. when into دي تعتبر preposition حرف جر. water دي noun. ice noun. freeze دي verb يجمد. turn يتحول الى برضو verb. we ده subject الفاعل وده pronoun ضمير. و it برضو pronoun ضمير. يبقى when لما ايه؟ when we لما احنا when we لما نعمل ايه في الميه؟ when we freeze لما بنجمد. ولا when we turn في ينفع اقول when we turns. طبعا اس دي دليل ان الفاعل مفرد. لكن when we freeze لما بنجمد الايه؟ when we freeze لما نجمد الايه؟ انا عاوز noun. الووتر يبقى مفيش غيرها. when we freeze water ولا الايس؟ لا، يبقى لما نجمد الووتر when we freeze water ايه اللي هيحصل؟ هقول it هيضع على الميه it turns عشان هنا طبعا it مفرد present simple. it turns into لما بنجمد الميه بتتحول into ice. اوكي نمبر 4 هنبدا بكلمه the sun. the sun ده الفاعل the sun. تعال نترجم. is verb to be يبقى ده verb. source مصدر دي noun. renewable دي صفه متجدد. A ده preposition حرف سوري ده article. energy طاقة دي noun. of ده preposition حرف جر. يبقى the sun أنا عاوز أجيب بعد sun verb. فين الفيرب اللي عندي؟ مفيش غيره is. الشمس مالها is. يبقى the sun is. يبقى أنا ممكن أوصف لو is ممكن يجي بعدها فعل أساسي مفيش أفعال يبقى أنا أجيب صفر. زي ما احنا بدأنا قلنا the sun is. طب أنا عاوز أجيب بعد is هجيب بعدها يا إما verb يا اما adjective صفه. طب هنا ما عنديش فيرب تاني يبقى the sun is renewable صح؟ بس هقول the sun is renewable متجدده. طب هي متجدده ايه؟ renewable resource مصدر متجدد. source
متجدد من ايه؟ من الطاقه. انرجي اوف ولا اوف انرجي؟ اوف انرجي. طب في كلمه انا نسيتها يا مستر، هحطها قبل الصفه، يبقى the sun is a renewable source of energy. نمبر 5 هنبدا بوي، ادي الفاعل. كلمه ماين دي منجم، ناون. جيت دي فيرب يحصل على. ماتيريالز مواد خام، دي ناون. ذا دي ارتكل. رو دي adjective صفه. from دي preposition حرف جر. يبقى وي يجي بعدها، ده كده الفاعل. عاوز فعل، فين الفعل يا مستر؟ ما عنديش غير كلمه جيت، يبقى وي جيت. احنا بنحصل على، تمام، بنحصل على ايه؟ وي جيت، يبقى انا خدت وي جيت، بنحصل على الماتيريالز اللي هي المواد، بس في كلمه قبلها بتوصف المواد اللي هي الرو ماتيريالز، المواد الخام. رو ماتيريالز، بنحصل على المواد الخام. هتلاقي الجمله بقت بعد كده. we get raw materials من، يبقى from. فاضل لي ذا وكلمه ماين، يبقى ماين ذا ولا ذا ماين؟ بنحصل على المواد الخام من الماين، من المنجم. كده انا ايه؟ عملت ري ارينج بمنتهى السهوله. نشوف حاجه تانية. يبقى احنا اتفقنا يا اولاد بترجم، بس مش ترجمه حرفيه بس، انا بترجم واعرف البارت اوف سبيتش، يعني اعرف هل في ناون اسم ولا فعل ولا adjective صفه ولا preposition. الجمله رقم 6 successful، يعني ايه successful؟ ناجح، برافو عليك يا يوسف. دي adjective صفه. where دي verb to be في الباست، يبقى دي verb. very دي تعتبر adverb. Egyptians دي المصريين، و ancient دي اللي هبدأ بيها، يبقى Egyptians دي noun او دي صفه adjective. طيب سوري انا اسف، المصريين دي تعتبر noun Egyptians، يبقى اقول ancient القديم. ancient ايه بقى؟ ancient Egyptians القدماء المصريين. ancient Egyptians دي كلها صفه وموصوف. ancient صفه وEgyptian اللي هو الناون. ancient Egyptian يبقى انا محتاج verb، ما عنديش غير فيرب واحد بس، وير. يبقى القدماء المصريين كانوا وير. اقول بقى successful very ولا very successful؟ يبقى very successful، كانوا ناجحين جدا. very successful. نمبر 7 used دي فيرب في الماضي، استخدم، دي فيرب. لينن اللي هو الكتان، دي ناون. people هبدأ بيها. to دي preposition حرف جر. فلاكس النبات الكتان، دي ناون. فور preposition حرف جر. كلوز دي ناون. ميك دي فيرب. طب هقول بيبل الناس، يبقى عاوز فيرب، انا عندي فعلين، ميك ولا يوزد. يبقى الناس كانوا بيستخدموا ولا بيعملوا؟ يبقى انا اقول كانوا بيستخدموا كذا عشان يعملوا الملابس، يبقى بيبل يوزد بيستخدموا. ايه بقى؟ الفلاكس نبات الكتان to make عشان يصنعوا، to make linen اللي هو قماش الكتان for clothes للملابس. اوكي. نمبر 8 learn يتعلم، دي verb. sure متأكد، دي adjective صفة. I'm sure. you ده يعتبر ده pronoun ضمير. I am from the preposition حرف جر. a lot of I'll دي جملة على بعضها، يبقى I am أنا متأكد، يبقى I am إيه؟ I am sure. I am sure إيه؟ I am sure I'll أنا متأكد إن أنا هتعلم كتير. I am sure I'll learn a lot from you. هتعلم منك كتير. a lot from you. جملة صعبة شوية. نمبر 9 هبدأ بكلمة today اليوم. today تعتبر adverb، يبقى لازم أبدأ بعدها فاعل. today الفاعل هنا we are، يبقى we are ايه؟ going to
we are going to do سوف نفعل. هنعمل ايه بقى؟ we are going to do experiment in a science experiment. هنعمل تجربة علمية. science experiment. Number 10 sticky يعني لزج، دي adjective صفة. honey العسل. thick يعني كثيف أو سميك، برضو adjective. and دي تعتبر preposition is the verb. يبقى أقول honey العسل، يبقى أنا بدأت بالفاعل، أجيب بعديه verb يبقى is. لو في كلمة and ما بين صفتين مش هتفرق، ممكن أقول sticky and thick أو thick and stick، الاتنين صح. يبقى honey is thick and sticky أو sticky and thick. اوكي؟ يبقى احنا كده عملنا براكتس لأول جزء في يونت 3. بعد ما عملنا الريدنج والفوكاب عملنا البراكتس بتاعنا كان على شكلين للسؤال اللي هو تشوز وايه تاني وري ارينج او الاوردر. هنيجي بعد كده للجزء الثاني. هنبدا دلوقتي ان شاء الله يا شباب مع الجزء الثاني من يونت 3 اللي هو بيتكلم على الجرامر.